مرحبا بكم يا أصدقائي، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ عنوان درسنا لليوم هو الخباز. إذن عنوان الدرس اليوم هو الخباز، ومن خلال هذا الدرس سوف نتعرف إلى حرف جديد وهو حرف النون. حرف النون. ولكن قبل التعرف إلى هذا الحرف يجب علينا أولا الاستماع لقصة الدرس. هيا بنا لنستمع لقصة الدرس معا. هيا بنا. الخباز. طحنت الدجاجة القمح فصار طحينا. أخذت الطحين مع الأرانب إلى الفرن. سكب عليه الخباز الماء وعجنه فصار عجينا. قطع الخباز العجين قطعا مستديرة، ثم صار يمد كل قطعة حتى صارت كبيرة ورقيقة. أدخلها إلى الفرن فانتفخت وصارت رغيف خبز. أحبائي الصغار، بعدما انتهينا من الاستماع لقصة الدرس، هيا بنا الآن لنجيب على هذه الأسئلة. لنبدأ بالسؤال الأول: إلى أين أخذت الدجاجة الطحين؟ إذن إلى أين أخذت الدجاجة الطحين؟ الجواب: أخذت الدجاجة الطحين إلى الفرن. إذن الجواب: أخذت الدجاجة الطحين إلى الفرن. السؤال الثاني: ماذا سكب الخباز على الطحين؟ ماذا سكب الخباز على الطحين؟ الجواب: سكب الخباز على الطحين الماء. سكب الخباز على الطحين الماء. السؤال الثالث: كيف صارت قطعة العجين بعد أن مدها الخباز؟ كيف صارت قطعة العجين بعد أن مدها الخباز؟ الجواب: صارت قطعة العجين بعد أن مدها الخباز كبيرة ورقيقة. إذن صارت قطعة العجين بعد أن مدها الخباز كبيرة ورقيقة. السؤال السؤال الرابع: أين نعجن الطحين ونخبزه؟ إذن أين نعجن الطحين ونخبزه؟ الجواب: نعجن الطحين ونخبزه في الفرن. إذن نعجن الطحين ونخبزه في الفرن. هكذا يا أحبائي الصغار نكون قد أجبنا على هذه الأسئلة. والآن يا أحبائي الصغار هيا بنا لنتعرف إلى حرف النون أو حرف الن. هذا هو حرف الن. حرف الن هو عبارة عن كأس، وفوق هذا الكأس يوجد نقطة. إذن هو عبارة عن كأس، وفوق هذا الكأس يوجد نقطة. انظروا، هذا هو حرف الن. الآن لنتعرف إلى أشكال حرف الن. لنبدأ بالشكل الأول. ن في الأول متصل. ن في الأول متصل. الشكل الثاني: ن في الوسط متصل. ن
في الوسط متصل. الشكل الثالث ن في الآخر متصل. ن في الآخر متصل. الشكل الرابع والأخير ن في الآخر منفصل. ن في الآخر منفصل. هكذا يا أحبائي الصغار نكون قد تعرفنا إلى أشكال حرف النون. والآن يا أحبائي الصغار هيا بنا لنقرأ الجملة التالية ولننتبه إلى ما كتب فيها باللون الأحمر. هيا بنا. نعجن الطحين ونخبزه في الفرن. إذن نعجن الطحين ونخبزه في الفرن. لننتبه إلى كلمة نعجن. نعجن يوجد فيها ن في أول الكلمة متصل. إذن نعجن يوجد فيها حرف الن في أول الكلمة متصل. أيضا يوجد في كلمة نعجن حرف الن في آخر الكلمة متصل. إذن يوجد فيها ن في آخر الكلمة متصل. الآن لننتقل إلى كلمة الطحينة. الطحينة يوجد فيها حرف الن في آخر الكلمة متصل أيضا. إذن الطحينة يوجد فيها حرف الن في آخر الكلمة متصل. الآن لننتقل لكلمة نخبزه. يوجد في كلمة نخبزه حرف الن في أول الكلمة متصل. انظروا هنا جاء حرف الن في أول الكلمة متصل. الآن كلمة الفرن. الفرن يوجد فيها حرف الني في آخر الكلمة منفصل. انظروا جاء هنا حرف الني في آخر الكلمة منفصل. هكذا نكون قد تعرفنا إلى أشكال حرف النا في هذه الجملة. والآن يا أحبائي الصغار هيا بنا لننتبه إلى الأمثلة التالية. المثال الأول ن في الأول متصل. مثال نمر نمر. انظروا لقد جاء حرف النا في أول الكلمة متصل. نمر. الكلمة الثانية أنور أنور يوجد فيها حرف النا في وسط الكلمة كأنه في الأول. انظروا هنا جاء حرف الن في وسط الكلمة كأنه في الأول. ن وفوقها سكون تلفظ في وسط الكلمة كأنها في الأول. المثال التالي ن في وسط الكلمة متصل. مثال جنة 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 يوجد فيها حرف النا في وسط الكلمة متصل. إذن جنة يوجد فيها حرف النا في وسط الكلمة متصل. المثال التالي نا في الآخر متصل. مثال طحين 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 يوجد فيها حرف النو في آخر الكلمة متصل. إذن يوجد فيها حرف النو في آخر الكلمة متصل. المثال التالي نا في الآخر منفصل. مثال بيان بيان. انظروا جاء هنا حرف النو في آخر الكلمة منفصل. المثال التالي نا مع حرف المد الألف أصبحت نا مثال نار نار. المثال التالي نا مع حرف المد الواو أصبحت نو مثال نور نور. المثال الأخير نا مع حرف المد الياء أصبحت ني مثال راني هكذا يا أحبائي الصغار نكون قد تعرفنا إلى أشكال حرف النا في هذه الكلمات.
أبنائي الأعزاء، هيا بنا الآن لنقرأ الأحرف التالية. انتبهوا. الحرف الأول ن في الأول متصل، ن في الأول متصل. نا منفصل، نا منفصل. نو في الأول متصل، نو في الأول متصل. نو في الوسط متصل، نو في الوسط متصل. نو منفصل، نو منفصل. ني في الآخر منفصل، ني في الآخر منفصل. ني منفصل، ني منفصل. ني في الوسط متصل، ني في الوسط متصل. ني متصل، ني متصل. أيضا ني متصل في الوسط، ني متصل في الوسط. والآن يا أحبائي الصغار، هيا بنا لنقرأ الجمل الآتية، ولكن يجب علينا أن نقرأ بطريقة التهجئة، لا تنسوا. هيا بنا لنبدأ بالجملة الأولى. جلست، جلست، جلست. نبيلة، نبيلة، نبيلة. تحت، تحت. شجرتي، شجرتي، شجرتي. تيني، تيني. سأعيد قراءة الجملة بشكل أسرع. جلست، جلست. نبيلة، نبيلة. تحت، شجرتي، شجرتي. تيني، تيني. الجملة الثانية. نام، نام، نام. جارنا، جارنا، جارنا. ناجي، ناجي. سأعيد قراءة الجملة مرة أخرى. نام جارنا، جارنا. ناجي، ناجي. الجملة الثالثة والأخيرة. رسمت، رسمت، رسمت. جنان، جنان، جنان. حساسين، 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 حساسين. سأعيد قراءة الجملة مرة أخرى. رسمت، رسمت. جنان، جنان. حساسين، حساسين. هكذا يا أحبائي الصغار نكون قد انتهينا من قراءة هذه الجمل. وهكذا يا أحبائي الصغار نكون قد انتهينا من شرح درسنا لليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء قريبا بإذن الله تعالى مع حرف جديد. إلى اللقاء.